بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اصدقائي في قناة شعوذة. شعوذة برا الصندوق. الان سوف اشرح لكم موضوع تعبير. انا موضوع التعبير دوت ملخصه في الورقة اللي قدامكم ديت. هبدأ اشرح لكم باذن الله دلوقتي حالا. مباشر كده ولا لسه بتسجل وبعد كده تطلعه؟ هنبدأ بالافكار. الافكار اهي قدامكم. اهي الجزء ده كده، دي كلها الافكار. عفوا. بيجي يقولك ايه اهمية نقط في حياة الفرد، اهمية نقط في حياة المجتمع، دور رجال الدين في الاهتمام بنقط، دور وسائل الاعلام في الاهتمام بنقط، دور الحكومة في الاهتمام بنقط، دور المدرسة في الاهتمام بنقط، اثر الاهتمام نقط على مجتمعنا الحبيب مصر. هتبدأ تحط بقى اي موضوع تعبير هيجيلك في الامتحان، او اي موضوع هيجيلك في اي موضوع حبيت تعمله، فانت ايه تحط مكان النقط ديت موضوع التعبير اللي هيجيلك، سواء بقى عن حاجة كويسة او حاجة وحشة، فتبدأ تحطه ايه. احنا ناخد مثال مثلا زي النظافة مثلا، ونبدأ بقى نتكلم نعرفكم ازاي اهمية النظافة في حياة الفرد. بص، اهمية النظافة في حياة المجتمع، دور رجال الدين في الاهتمام بالنظافة، دور وسائل الاعلام في الاهتمام بالنظافة، دور الحكومة في الاهتمام بالنظافة، اثر الاهتمام بالنظافة على مجتمعنا الحبيب مصر. ده في الجزء الاولاني كده. الجزء الاولاني ده كده، الجزء ده كده انتهى. هو فوق يعني الصفحة دي كلها بتتكلم عن التعبير، يعني حتى لو طلعنا فوق هنا اهوت في الجزء ده كده اللي هعلم لكم عليه دلوقتي، ده كله دي البرقية اللي فوق. البرقية اهي، المرسل اليه والعنوان والمرسل عنوانه. والناحية التانية مثلا لو حد جاي من الحج، حجة مباركة وذنوب مغفورة، والزواج لو الزواج او النجاح او الفوز الف مبروك، الشكر شكرا لك، اعياد الميلاد عيد سعيد، العودة من السفر الحمد لله على السلامة، لشباب مصر ارفع راسك فوق انت مصري، للوفاة البقاء لله، العيد عيد سعيد وشكرا. دي اول صفحة. نبدأ نخش على الصفحة الثانية. بيجيب لك هنا فوق، تبدأ بقى ايه، هنا تبدأ تكتب موضوع التعبير. في بداية الموضوع أحب أن أقول أن النظافة يلعب دور هام في حياة الفرد الذي يعتبر أساس المجتمع، ويجعل الفرد يعيش آمن سعيد في حياتهم. وإذا عاش الفرد سعيد آمن فإنه يعمل على تقدم مجتمعنا. وأن رجال الدين الإسلامي أو المسيحي فإنهم جميعا يعملون من أجل أن يعيش الناس جميعا في سعادة في الدنيا والآخرة، ولذلك فإنهم يشجعون على الاهتمام بالنظافة، وأن الاهتمام بالنظافة سوف يجعل الحياة كلها سعادة واستقرار، ويرضى الله عنا في الدنيا والآخرة ودخلنا الجنة. قال تعالى، قال الله وقال الرسول. ده لو عندك انت حديث مثلا او اي حديث حافظه، او اي آية صغيرة حافظها في القرآن الكريم، تبدأ تحطها في الامتحان، او مثلا هيجيلك انه قال تعالى وقال الرسول، تبدأ تحط لو قال تعالى هو الله، ولو قال الرسول رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ بقى يجيلك اللي بعد كده هوت. اما وسائل الاعلام المرئية والتلفزيون والمسموعات والراديو والمقروءات والمجلات والصحف والجرائد فإنهم جميعا تشجعان على الاهتمام بالنظافة. فالتلفزيون يقدم لنا برامج وأفلام ومسلسلات لكي توعي الناس بأهمية النظافة، والجرائد والمجلات تهتم بنشر مقالات لكي تحث الناس على النظافة أو تشجع الناس على النظافة. دور المدرسة تعلم الطلاب الاهتمام بالنظافة، وإذا اهتمت الدولة والحكومة بالاهتمام بالنظافة
فإن ذلك سيعود علينا بالخير ونفر على وطننا الحبيب مصر، التي نتمنى لها كل تقديم وانزهار، وتصبح لها مكانة عالية بين الناس وبين العالم أجمع. فمصر التي في خاطري وفي حبي من كل روحي ودمي. وأخيرا وليس آخرا، ما كان أريد أن أنتهي من هذا الموضوع الجميل الذي تحدثت فيه عن النظافة. بعد كده تبدأ بقى تعيد الجملة من تاني. أهمية النظافة في حياة الفرد والمجتمع. دور رجال الدين والوسائل الإعلام والمدرسة في الاهتمام بالنظافة. أثر الاهتمام بالنظافة على وطننا الحبيب مصر. وأخيرا وليس آخرا، أدعو الله أن أكون قد وفقت في هذا العرض أو هذا الموضوع، فإن كان صائبا فمني، وإن كان مقصرا فمني، والشيطان وكمال الله وحده رفعت الأقلام وجفت الصحف، والله وحده ولي التوفيق. وشكرا. هنا بقى احنا كده بص خلصنا الورقة كلها. الناحية التانية بس نسيت اوريكم حاجة، اللافتة. لو جاتلك مثلا لافتة عن الموضوع التعبير مثلا عن النظافة، تكتب النظافة أساس الرقي مثلا، أو القراءة. لو جاتلك عن القراءة للجميع. لو جاتلك عن التدخين يدمر الصحة. النظافة من الإيمان. لو جاتلك عن النظافة برضو. لو جاتلك عن الوقت تقول الوقت من الذهب. لو جاتلك عن العقل السليم في الجسم السليم. لو جاتلك عن التلوث لن التلوث. ملحوظة نسيت اقولها لكم برضو، لو جاتلك حاجة مش كويسة او حاجة وحشة زي مثلا الارهاب، التلوث، الادمان، التدخين، الزيادة السكانية مثلا، لو جاتلك حاجة من دول حط كلمة محاربة قبليها. يعني مثلا أهمية محاربة الإرهاب في حياة الفرد، أهمية محاربة التلوث في حياة الفرد، أهمية محاربة الإدمان أو التدخين أو الزيادة السكانية في حياة الفرد. دي كلها حاجات هتفيدك جدا في الامتحان. واللي انتوا برضك مش فاهمينه، او الحاجة اللي مش واصلة كويس، اللي انت بتيجي تحط اي موضوع تعبير على النقط دي. اي موضوع تعبير هيجيلك تقدر تحط مكان النقط ديت موضوع التعبير، وتبدأ بقى تكتب الكلام ده كله اللي هو الناحية التانية دي. انت عندك مثلا بتتفرج على الفيديو، تبدأ مثلا توقف الصورة وتكتب مثلا موضوع التعبير عندك في كشكول او في اي حاجة، ولو عايز تحفظه احفظه. لو مثلا مش تعرف تحفظه كده عادي ممكن تغش، سهل جدا. وفي الاخر خالص بقى احب اشكركم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل سبسكرايب للقناة. الاشتراك مش هتخسر حاجة لو دوست اشتراك في القناة وتدي لايك. وشكرا. احب اشكركم، واخيرا وليس اخيرا احب اشكركم مرة تانية. ومش عايز انسى برضك صاحب الفضل الكبير الاستاذ علي شعلان صاحب موضوع التعبير ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.